بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. هنبدأ بسم الله كده. ننظف النهارده بقى ايه، نقول صباح الفل الاول عليكم. هنظف بقى النهارده الضرفه الكارثه، ضرفه الحلل. انا عايزه اقول لكم لما جبت الحلل الستانلس حطيت كده ومش عارفه ده على ده، وكبير وصغير وحاجات كده، وبتتعبني في اني الاقي المقاس الحله اللي انا محتاجاه او النوع كمان. فانا عايزه انظم الدنيا، هطلع بقى بسرعه كده الحاجات دي كلها بره. ولو في حاجه عندي مركونه شويه هغسلها انضفها واسيبها تصفي، على بال ما اغسل المفارش واسيبها تجف وننضف الظرف دي. هنضف كمان الضرفه دي اللي فيها الطاسات والحاجات بتاعه الكيك. هشيل بسرعه وارجع لكم. خلاص طلعت كل حاجه، كل حاجه طلعتها، وهبتدي اشوفها ايه اللي محتاج تنظيف هنضفه. وهشيل بقى دلوقتي المفارش. عايزه اوريكم بس انه مفيش اي حاجه وانه نضيف. وادي الرف اللي تحت كمان كله نضيف. بصوا مفيهوش اي حاجه والله. الضرفه التانية برضو مفيش اي حاجه. هبدأ بقى هغسل المفارش الأول عشان تلحق تنشف، ونرجع ننظف الظرف. ننظف بقى مع بعض الظرف. بسم الله. برش الخل والملح. جميل وبينضف. هعمل الأركان دي والظهر خشب وألمتيل كله بيبقى زي الفل. ادي الظهر. وهعمل تحت. انا عايزه بس اسيبه شويه هنا كده. هعمل الاركان الاجناب، اسفه. الجنب التاني عشان تشوفوني. وكمان المفصلات يبقى عليها كمان تراب على فكرة. لما هجيب عجينة الصراصير يا جماعة هوريكم انا بحطها ازاي في الظرف. هعمل بقى تحت عشان تشوفوا. ده الرف اللي تحت. انا كنت رشه دلوقتي وسبته شويه. اقول لكم على حاجه، انا فعلا الظرف دي اللي هي ظرف الحلل كانت محتاجه عندي نوع من التنظيف شويه. يعني لما غسلت حتى المفارش بتاعتها لقيتها برضو نزلت تراب كتير الحقيقه. يبقى الموضوع كان محتاج فعلا تنظيف. هعمل كمان الظرف نفسها. الظرف دي الظرف من جوه. كل ده انا بشتغل بالخل وبالجنرال. عايزه مفعول اقوى شويه عشان لو في دهون حطي شويه ديتول او استعملي ديتول منظف المطابخ. اوكي، نعمل الضرفه التانية.
تنسوش المفصلات دي، متنسوهاش، ضروري ومهمه. بنضفها برضو كده. المفصله اللي تحت. اوكي، ننضف بقى الضرفه من بره. هنضف بقى الضرفه من بره نفس اللي عملته بالظبط في باقي الضرف بالخل والجنرال. هعمل ضرفه ضرفه عشان ما يلحقش ينزل. زي ما قلت لكم، الاماكن اللي زي دي بالفرشه كده نطلع اي دهون، اي اماكن كده نطلع اي دهون موجوده. هرش التانية كمان عشان اعملها بالفرشه واسيبها شويه. طلع اي اثار شايفينها ولا لا؟ بصوا يا جماعه، الاماكن اللي زي دي الحرف اللي فوق هنا ده، وهرجع على الشمال كمان كده وابدا انضف. يبقى زي الفل. اي اثار دهون هيشيلها بامر الله. انتوا عارفين انتوا بتاخدوا كميه قليله جدا من الجنرال. يعني مثلا لو اشتريتي بخاخ وما عندكيش بخاخ زي ده، اشتري بخاخ جاهز وخلطي الخلطه. يعني عايزه اقول لك مش هيكلفك اي حاجه. ازازه الجنرال ب7 جنيه او 7.5، وازازه الخل يعني والكميه دي كمان هتكون معاكي وقت طويل جدا، مش هتعملك الازازه دي بس. خلصت انا كده بالجنرال والخل الضرفه دي. بعد كده لازم المع الضرفه بالبليتش، ولازم البليتش اروح الاول قبل الاستخدام. على بعد على الاقل 15 سم ارش، وابدا بقى انتوا هتحسوا الفوطه بتجري معاكوا على الخشب من كتر ما بقت نظيفه. ركز على الحاجات دي. بصوا الضرفه يا رب تكون باينه لكم، بقت زي الفل. انا هعمل ده في الضرفه التانيه اللي هي الضرفه دي هعملها وارجع. شايفين الضرف بقت زي الفل ازاي؟ ده من بره، ده من جوه، بقوا زي الفل. المفروض ان انا هحط عجينه الصراصير دلوقتي. يعني في المرحله دي ببدا احط عجينه الصراصير، فانا لما هجيبها ان شاء الله هوريكم انا بحطها ازاي. يعني هاخد ضرفه كده او درج مثال واوريكم بحطها ازاي، لان انا لسه بدري دلوقتي ولسه مش عارفه اجيب، حتى الدليفري لسه ما جاش. هشوف بقى المفارش هشوفها نشفت ولا لا وهدخلها. مفارش خلاص نشفت بقت زي الفل، والضرف كمان بقت زي الفل زي ما انتم شايفين. خدوا بالكم يا جماعه انه يعني انا يمكن ركزت معاكم في التنظيف على الضرف الاساسيه والرئيسيه في موضوع الاهتمام والنظافه، علشان تجنب ان يجي اي حشرات في المطبخ. ده موضوع هيعمل وقايه من الحشرات. ضرف معينه في المطبخ منها ضرف الخزين قلتلكم،
ظرف الحلل، كل الحاجات دي الاهتمام بنظافتها هيعمل لكم حماية ووقاية من انه يكون في عندكم اي حشرات في المطبخ. وطبعا زي ما بقول وبعيد دايما ان الاهتمام والمتابعة والاستمرارية بيخلقوا نوع من النظافة الدايمة عندكم. الدرفة دي انا بحط فيها دايما الحلل بكل احجامها، بس انا هسهل على نفسي شويه وهخلي الحاجات الصغيره قدامي فوق هنا، والحاجات الكبيره بعيده عن ايدي تحت شويه، مش بحتاجها قوي الكبيره، غير طبعا في اوقات العزومات ورمضان والحاجات دي. فانا هخلي من قريب من ايدي الحاجات الصغيره، زي مثلا عندي احط ورا شويه الحلل دي، بستخدمها برضو بس يعني مش بكثافة. وهخلي الحلل دي هنا كمان برضو التيفال اللي هي مش عارفه ابينها لكم يا جماعه. التيفال حطيت هنا الحلل الصاج الصغيره، وهنا الحلل التيفال الصغيره، وهخلي الستانلس كله قريب مني هنا. فهحط انا عامله ازاي هوريكم زي ما بيتباعوا بالظبط. الحله الكبيره احط فيها الغطا بتاع المقاس اللي اصغر منها، خلاص، وبعدين احط الحله بتاعه الغطا ده. فعشان كده الاغطيه بتاعه الحله هتلاقوها مش هتاخد عندكم مكان، لان هي كده كده الحله هتاخد نفس المسافه دي والغطا موجود جوه. فاهميني؟ اوريكم تاني. الحله الكبيره احط فيها الغطا بتاع الحله اللي اصغر منها، وبعدين احط الحله بتاعه الغطا جواها، فالغطا هيبقى بتاع الحله اللي فوق دي، الغطا بتاعها هيبقى جوه الحله اللي اكبر منها. فهنا الارتفاع عندي مش هياخد اكتر من كده، فانا هحط هنا كده الغطا بتاع الحله الكبيره اللي تحت، وهدخل ده لان دي كبيره شويه هحطها هنا. هوريكم في الحله الصغيره هيبان اكتر. ادي الحله اهي، هحط فيها الغطا الاصغر منها بتاع الحله الاصغر منها، وادي الحله بتاعه الغطا ده اللي انا حطيته هحطها عليه. ده غطا الحله الكبيره هحطه كده. هو ناقص هنا حله لاني بعمل فيها دلوقتي الغدا، حطيتها هنا. خلاص كده يا جماعه. هستغل المكان ده بقى وهحط فيه البرادات بتاعه الشاي بتاعتي دي اهو هنا، خلاص. ودي لبانه هحطها هنا. هحط الحاجات بقى الكبيره تحت برضو نفس الحكايه انا عاملاها في الحلل. هقرب مني بس الحلل التيفال، اخليها قريبه من ايدي. عايزه اوريكم بقى تحت هحط ايه. دي الحلل الصاج بتاعتي لما اتجوزت، هدخلها هنا كده، خلاص. ده الغطاء اللي باقي هحطه هنا جنبها. حلل كتير فالتحكم فيها صعب، حطيته جنبها هنا، شايفين؟ حطيته هنا جنبها. طيب هكمل. هحط بعد كده الحلل تيفال الكبيره، حطيتها اهي هنا. اوكي، هحط هنا بقى القوالب والصواني. هنا كل الحاجات
هي دي جوه بعضها هنا، يبقى عندي كل القوالب والصواني موجوده في جنب واحد. وبكده تكون الضرفه دي خلاص انا خلصتها كلها، بقت زي الفل زي ما انتم شايفين. نظمتها كلها وخليت اللي انا بستعمله دايما جنبي وقريب مني زي ما انتم شايفين كده. هروح للضرفه التانية، نفرش بقى الضرفه التانية اللي هي بقى زي ما قلت لكم قبل كده انا بحط فيها حاجه الكيك. هاجي كده المفارش احطها الاول. المفروض ان انا في الخطوه دي قبل ما هحط المفارش احط عجينه الصراصير. اوكي، وهحط التاني. عجينه الصراصير بتتحط في الاركان زي ما قلت لكم، اول ما هتجيلي هوريكم على طول، بس هي مشكله دليفري الحقيقه. بحط انا بقى ايه الطاسات كلها موجوده عندي، بحطها في الرف اللي تحت ده. كلها بحطها في الرف اللي تحت هنا ده. خلاص. طيب ده بالنسبه للرف اللي تحت. الرف اللي فوق هنا هحط ايه؟ حاجه الكيك. اطلع بس الرف بره عشان ياخد معايا كل الحاجات اللي انا عايزه احطها. بحط قوالب الكيك وحاجات هنا كده خاصه بالكيك بحطها في الجنب هنا. اظبط المفرش هنا كده. وكمان البولة اللي بعمل فيها الكيك لان هي لها ده البوز ده، فانا بستعملها في الكب كيك، بصب الكب كيك منها. والمعايير بتاعت المكاييل دي بحط هنا عشان تبقى كل حاجة الكيك مع بعضها. على فكرة يا جماعة انا كنت عاملة فيديو عن كب كيك الشوكولاتة على جزئين، ارجعوا للصفحه بتاعتي وشوفوها. واللي ما عملش سبسكرايب للقناه بتاعتي يا ريت يعمل سبسكرايب، اشتراك يعني، عشان كل جديد يوصله. وحطيت خلاص البريوش والحاجات دي وقوالب الجيلي كمان هنا. فالضرفه دي كلها بقت الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده خلاص، وبقت زي الفل من جوه ومن بره. ده كان التنظيف النهارده الخاص بظرف الحلل اللي بتبقى مؤرقانا كلنا، وضرفة الكيك والطاسات، كل الحاجات التقيلة دي. انا عايزه اقول لكم ان الموضوع ده كان مؤرقني جدا يا جماعه، بس انا مبسوطه قوي ان انا خلصته معاكم. يلا اشتغلوا معايا حاجه حاجه نخلص مع بعض، لان الظرف دي كمان مهمه قوي. واول ما اجيب عجينه الصراصير هعمل فيديو اوريكم انا بعمل ايه وبحطها فين. اشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي. السلام عليكم ورحمه الله.